يا راجل عيب عليك، قلت لك انا ما شفتكش قبل سابق. لا ده انت نصاب بقى، ومش نصاب بس، نصاب وحرامي، وهمسح بيك الارض. شرف امي لشرحك واخلي دمك الزفر يملى دكانتك يا زباله. انت مين يالا ومين اللي زقك علينا؟ انت مين يا واد انت؟ عايز مني ايه؟ الغل اللي جواك ده ليه؟ انا غلطت فيك، ممكن ما تكونش انت اللي بعت لي الهدمه، اصل التجار اللي في السوق كتير وانا مش فاكر، بس ال10 جنيه. تعالى هيقول لي ال10 جنيه. اسمع يا ابن الناس، لو شفت وشك في السوق انا ما اعرفش اعمل فيك ايه، فاهم؟ فاهم. نسيبه يمشي ازاي يا طلعت؟ سيبه على السلام، احنا جايين ناكل عيش يا ابن الناس. غور. تعالى يا طلعت، تعالى نظف الجرح اللي في وشك. مالك يا واد؟ ما انا حلو اهو. حد يجيب لنا صفقة يوتا يا جدعان. حلو ايه بس ده في دم. امال يعني كنت مستني ينزل ايه يعني؟ شامة، عايزك في كلمتين. انت ما قابلتش عم رزيق ولا ايه؟ قابلته، بس الحكايه اللي بينا ما تنتهيش كده. انا عايزك بره السوق نتكلم مع بعض كلمتين. مفيش كلام ممكن يتقال بينا يا عطا، لان ما كانش في بينا حاجه اصلا. انت بتقولي ايه؟ انا مقدم لك شبكه. خطوه اتسرعت فيها وعملتها وما حدش طلبها منك. صدقني يا عطا، اللي قاله لك عم رزيق ده في مصلحتك قبل ما يكون مصلحتي. احنا ملناش نصيب مع بعض. سلام. بنقول لك ايه؟ انا هنسيبك تمشي دلوقتي، بس لازم تعرفي ان عطا ده كبير قوي، مش اني اللي تطوحيني بطول دراعك. ماشي؟ سلامتك يا سي طلعت، انا كنت هقطعهم. كان باين عليك يا سني. اتوحشتك كتير ياما. ما بينش يا هنيه، لو كنت بتفكري في امك صح كنت سبتي اي حاجه وجيتي تسالي على امك. اديلك دلوك 10 ايام ما دخلتيش السراي. احكي لك على كل حاجه وهتعذريني. لك يا تهاني. يا هنيه، فاطمه فين؟ بعافيه شويه، ما طلعتش من مطرحها من الصبح. مالها اسم الله عليها؟ ازيك يا مرت عمي؟ عاش من شافك. تسلم وتعيش يا ابو صلاح. والله ليكي وحشه كبيره جوا يا حماتي. الله، ده الكبير اهو. ازيك يا كبير؟ اهلا اهلا اهلا، كيفك يا الظابط؟ الحمد لله. سامحني يا كبير، ما قدرتش اعدي عليك امبارح بعد ما رجعت من السفر. ايوه. انت عارف ان عصام من ساعه ما حط رجله في البلد وهو قالب راسنا وخاوي دماغنا وقالب ليلنا نهار. سامع عني هيقولوا عليه ظابط واعر قوي. خليها على الله. ايوه. الغربال الجديد ليه شده يا كبير. لينا قاعده طويله مع بعض. اسلم على مرتك الاول. ايوه. ايه يا ليكي وحشه يا بنت هنيه. ربنا يخليك يا ابوي. فين عيال امال؟ جاي من غيرهم ليه؟ العيال عند ستهم ام صلاح إيه؟ شبطوا في ولاد عمهم وقعدوا يلعبوا معاهم. انا ما طلبتش منكم تيجوا غير عشان اشوف العيال. انت وجوزك ما تلزمونيش في اي حاجه. انا هبعت واحد من الرجاله يروح يجيب العيال من عند ستهم. اللي تشوفه يا ابوي. ايوه يا ابو النجا، انت يا راجل يا ابو النجا. ايه هتفتح جزازه تاني اياه؟ انا عن نفسي ما قدرش احط نقطه تاني في خشمي، دماغي لفت كيف المروحه. امال انا راسي مش عايزه تسكت ليه؟ اول مره اشوفك بتشرب بالطريقه دي وفي الميعاد ده في عز النهار يا راجل. عاوز اطلطش، بس احنا ورانا الشغل الليله دي يا صاحبي، لازم نبقوا فايقين.
ده هيفرتك دماغي. مش عارف افوق منه كيف. يبقى مفيش غيرها. هنادي هي اللي انت محتاجها الساعة دي، هي اللي هتفوقك. ما تتصل بيها. لا لا، بلاش يا مرعي. ليه يا شفيق؟ دي الوحيدة اللي بحس وانت معاها انك رايق ومزغط. خايف عليها، لو قعدت معاها مرة تانية هضعف قدامها. تعرف يا شفيق، انت لما بتشرب تبقى حاجة تاني خالص، كأنك زرزور بقلب نهيف. صدقني يا مرعي، أنا بحاول أمنع نفسي عنها، لأني معاها هي بالذات حاجة على جذور رقبتي، ولو ده حصل هي اللي هتتأذي. قصدك الكبير؟ عملها معايا قبل سابق، بس كانت رقاصة هنا في المركب. خفاها أول ما حس إن قلبي بيحن ليها. الكبير دايما بيخاف عليك، انت ولده الوحيد، وهو بيبص دايما لقدام وبيعمل لك اللي فيه المصلحة. المصلحة؟ لو عليا أنا أخد هنادي واستغنى بيها عن الدنيا كلها. مش دايما البني آدم بيقدر يحقق كل اللي بيتمناه. تعرف يا مرعي، مع إني معرفتكش غير من سنة واحدة بس، لكن حاسس كأني أعرفك من سنين طويلة. في عمري كله محدش جرب مني وبقى صاحبي غير انت دلوقتي بقيت انت الوحيد اللي اقدر افتح قلبي قدامه من غير ما ابقى حاسب حساب كل كلمة بقولها. طب لو كنت صاحبك صح اسمع كلامي، كفاية شرب النهاردة على الأقل عندك سهرة لحد الصبح عشان خاطري. واه يا ريتنا جبنا سيرة 1,000,000 جنيه، اهي جات اللي هتريح لك بالك يا سيدي. ازيك يا شفيق؟ كيفك يا هنادي؟ بخير. كنت زهقانة شوية فقلت اجي اقعد في المركب لحد ميعاد الشغل بتاعي، ولحسن حظي لقيت عربيتك تحت فقلت اسلم عليك. انزلوا استنظروني تحت عند المدخل. تحت امرك يا شفيق بيه، لما الرجال. اتفضل.